الانشغال بالقبول وإن ربنا تقبل مني ولا لأ موضوع مهم جدا على فكرة. سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى يعرفه مكان البيت، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وبعد كده يأمر رب العالمين سبحانه وتعالى بالحج، وأذن في الناس بالحج، وربنا يعينه وينزل له سيدنا جبريل بالحجر الأسود، مأمور ومعان من الله. ومع ذلك بعد ما يخلص سيدنا إبراهيم كل ده ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فكان مهتم سيدنا إبراهيم إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه. وكمان من دعاء برضو سيدنا إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء كيت ابني آدم واتلو عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فكان مهم برضو بالنسبة لهم مسألة القبول، حتى إن حال المؤمنين نفسهم ربنا يذكرهم لنا في القرآن والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سيدة عائشة تسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويقتل ويشرب الخمر؟ اللي خايف ده، الناس اللي بتعمل الأعمال وخايفة دي، وقلوبهم وجلة، قلوبهم خايفة ومرعوبة، يا رسول الله هو ده الإنسان اللي ممكن يسرق ويقتل ويشرب الخمر؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليها يقول لها لا يا ابنة الصديق. أمال مين يا سيدنا النبي؟ يعرفنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الناس اللي خايفة دي رجل صلى، ناس بتصلي وتصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. مهم إن احنا ننشغل بيها، ومهم إن احنا بعد ما عدى أيام كتير من رمضان يا رب اقبلني، انت تقبلت مني ولا لا؟ يعني على فكرة أحيانا بتبقى المعصية الإنسان العاصي يورث في قلبه ذل وافتقار إلى الله، يبقى بالنسبة لعمله ده أفضل بكتير من حد عمل حاجة وأعجب بيها. عشان كده لو هنوصي بعض النهاردة وصية، حتى الناس اللي شايفة نفسها ما قصرتش اوعى تعجب بعملك، عملنا كله بتوفيق منه سبحانه وتعالى كله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي سيدنا معاذ يقول دبر كل صلاة بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل حاجة أنا بعملها العون منه والمدد منه والتوفيق منه سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أنا لو هفرح فهفرح بفضل الله علي إنه شرفني وكرمني وأقمت الليل. هفرح بفضل ربنا علي إنه سبحانه وتعالى اختارني واصطفاني إني أعمل العمل الصالح. علشان كده كان سيدنا عمر له كلمة حلوة قوي، كان يقول إيه سيدنا عمر؟ لو علمت أن الله تقبل مني خطوة أو سجدة ما أحببت أن أبقى في دنياكم. لو أنا متأكد، لو أنا خلاص ضامن إن ربنا تقبل مني سجدة ولا خطوة أنا مشيتها ما كنتش أحب ليه. فيقول سيدنا عمر ما هو لو ربنا تقبل مني أنا كده خلاص بقيت من المتقين فضمنت. وربنا سبحانه وتعالى أعد للمتقين جنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟ للمتقين. أعدت للمتقين. فربنا بيتقبل من المتقين، فلو تقبل مني فأنا خلاص بقيت من أهل الجنة، مش عايزة أبقى هنا بقى.